فزت مع نادي الهلال ب 26 أكثر من 26 بطولة مع نادي الهلال. تشرفت إني أكون يعني حسمت تقريبا أكثر من 14 15 بطولة، وشاركت في أكثر من 26 بطولة. أعتقد أنه مع نادي الهلال في لحظات كبيرة، مو فقط أني فزت مع الفريق الهلال السعودي ب6 بطولات آسيا، بطولات دوري كثير، بطولات كاس كثير، بطولات محلية عربية خليجية، حتى ألقاب شخصية حصلت فيها مع الهلال. يعني في أشياء كثيرة تربطني في الهلال، بطولات ولحظات حاسمة كبيرة، مو فقط أنه بطولة واحدة أو بطولتين أو حتى 5. يعني ما تعدى حتى على أصابع اليدين، تعدى على أصابع اليدين ويمكن الرجلين. ليس هناك شخص ولد كبيرا، ولا يوجد مشهور لم يبدأ صغيرا، ولا هدف تحقق إلا وكان حلما وليدا، لكنه ولد كبيرا ومشهورا، بل حتى خطواته لا تعرف الرجوع إلى الخلف. مع كل خطوة يصنع رقما، وعندما تتحدث الأرقام نصغي لمفهوم المنطق وتغيب لغة العاطفة. ولكن السامي جمع المنطق بلغة الأرقام وعاطفة محبيه الذين ساندوه ووثقوا به. سامي عبد الله الجابر، أتعبت من قبلك ومن بعدك. جملة الشهيرة أن الهلال ما دام بخير، أنا يا سامي الجابر بخير، بيتي بخير، أهلي بخير. الهلال بالنسبة لي أعتبره بيتي الثاني، الهلال بالنسبة لي عائلتي، يعني أربطه لأنه هذا هو جزء ما يتجزأ مني. وقت كثيرة بكيت في نادي الهلال، يعني أنا لما أسجل هدف في نادي الهلال أبكي، لما أحصل على بطولة أبكي، لما أخسر ونادرا ولله الحمد أبكي. مهما عملت أبقى ابن الهلال، يعني أتمنى لو أرد جزء بسيط من اللي قدمه لي الهلال وجماهيره على الدالي. موهوب جسمه الدالي، يلعبها على طول لسامي الجابر. جميلة يعدي من الطيلي، يلعبها لسعد مبارك، داخل سعد يلعب كرة ليوسف ثريان ويشارك فهد مبارك ويسجل كرة قوية. هدف هلالي، هدف هلالي سجله سامي الجابر. لعبة حلوة من سعد مبارك ويوسف ثريان، سجله سامي الجابر. جول هلالي بالدقيقة 12 من الشوط الأول من لقاء الهلال والرائد. كرة حلوة من يوسف ثريان لسعد مبارك، ليوسف اللي سدد كرة قوية في القائم وانتهت في مرمى الرائد من سامي الجابر. هدف هلالي أول سجله سامي الجابر في الدقيقة 12 من الشوط الأول من لقاء الهلال. خلصها فهد الناصر، يوسف ثنيان، يوسف مع خالد الشطيلي، عدي يوسف ثنيان من خالد ويلعب كرة عرضية وسامي الجابر الهدف الثالث للهلال. سجل سامي الجابر بعد عرضية من يوسف ثنيان، كرة عرضية من سامي. 3 أهداف من يوسف السامي، الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 27 من المباراة. 3 أهداف للهلال مقابل لا شيء للرائد، سجلها سامي الجابر. سعد يحط لها فبيح، بعد فوق التمياط، فوق يلعبها عرضية، سامي الجابر جول رابع للهلال من سامي الجابر. بعد فبيح كرة حلوة لعبها فوق التمياط عرضية، انتهت كهدف رابع لصالح الهلال في مرمى الرائد في 31 دقيقة تقريبا. سجل الهلال الهدف الرابع.
شين الرايد شين يلعب كرة بالعرض بعد الناصر وسامي الجابر هدف سادس للهلال وخامس لسامي الجابر وعرضية حلوة من حسين الحبشي. 6 أهداف للهلال 5 منها لسامي الجابر 5 من الأهداف لسامي الجابر. نقول عبد الله يعدي ويلعب كرة عرضية لسيرجيو سامي مرة ثانية لسامي داخل منطقة الجزاء وفي المرمى هدف جميل في الدقيقة 53 وتصبح النتيجة 2-1. سامي الجابر بيسجل الهدف الأول للهلال وتصبح النتيجة 2. شوفوا كرة 1-2 مع سيرجيو وسامي واديله هي تاني ولعبها على طول لي ويحاور وكرة جميلة تبادلت بين الاثنين ويمر من واحد ويلعبها خرج الحارس كثير. سريعة إلى سامي داخل هو منطق سامي يحط الجول الهدف الأول للهلال وهدف التعادل في الدقيقة 37 من الشوط الثاني. قلنا إنه شكل المباراة يعني يوحف كده بعد ما سجل الهلال الشباب هدفه لازم يتقدم الهلال كان لازم يعيد من تشكيل عناصره وتتحول إلى قوة مهاجمة بينما فضل أو بقي الشباب في المناطق الخلفية يحاول أن يدافع ودائما الهجوم هو أفضل سبل أو وسائل الدفاع. إذن هدف للشباب سجل من سعيد العويران من ضرب الزاوية. هدف للهلال سجلوا سامي الجابر شايفين سامي حط سعود في ناحية وحط الكرة في قلب المرمى رغم انه هو كان حيعاق ولكنه واصل وسجل بها هدف التعادل. اذن متعادل هدف للهلال وقبله كان في هدف للشباب والدقيقة الان حوالي 39. بين القيادة وبين الشعب وخالد التماوي يرفع كرة عالية بالمرمى وترتفع العلامة الزرقاء والبيضاء في ملعب رعاية الشباب بجدة وهدف هلالي أول منذ الدقيقة الأولى ومنذ مشاركة الثعلب الكبير الخطير سامي الجابر بالراس سامي الجابر يشير للجماهير الفرحة بالهدف الجماهير اللي تتصدق وهذا أساسه خطأ دفاع خالد التماوي المهندس ويرتقي سامي الجابر وعلى يمين ابراهيم الحلوة على يمينه لعبة حلوة من سامي الجابر على يمين ابراهيم الحلوة يحاول طويلة لسامي الجابر يعدي يلعبها بالراس جول. سامي الجابر يستغل خطأ كبير جدا من الدفاع الاهلاوي ويعادل النتيجة دقيقتين في هدفين جميلين من الاهلي والهلال. سامي الجابر يسجل بعد غياب كبير عن الاهداف في المرمى الاهلاوي. سامي
تعادل للهلال. قلنا فعلا بعد الهدف بينفتح اللعب. لاعب ذكي في الحقيقة لعبها بالراس وايضا بدون ثواني زي القهوجي سجل جول سكر. التماوي باتجاه سامي وسامي يتقدم وفرصة هدف هلالي ثاني. هدف هلالي ثاني من سامي الجابر. هدفين هلاليين من سامي الجابر اللي غاب عن التهديف وسجل في اهم المباريات على الاطلاق. 2-1 وفي الدقيقة 40 باقي 5 دقائق اما يسجل الاهلي هدف واما تنتهي وبالتالي يحصل الهلال على البطولة، ولكن لا يزال هناك 5 دقائق. شوف الاهلاويين استمروا رؤية رجل الخط، رأسهم ملعوبة من خلف المدافعين. تقدم سامي الجابر ووجد طبعا في طريق المدافعين وبكل الحقيقة مهارة على اليمين لبصير وداخل بصير 18 وبيحاول يعديه وتطلع وسامي الجابر بيحط الهدف الاول. سامي الجابر بيسجل الهدف الاول في الدقيقة 17. شوف كرة جميلة جدا من بصير لسامي وسامي بيسجل هدف جميل في زاوية 90 على حارس المرمى يوجي اوتو. شوف كرة جميلة ملعوبة والهدف الأول من سامي الجابر. كرة ملعوبة ولمسة واحدة من سامي الجابر بيحطها في زاوية 90 على حارس المرمى. سامي من بين المدافعين وشوف بصير بيحاول يمر وبيهديها بصير وبيصلحها لسامي وسامي بيحطها من لمسة واحدة في زاوية 90 وهدف جميل لسامي الجابر. هدف يتقدم الهلال بهدف جميل. يلعبها لسامي يلا يا سامي معك واحد معك الكسندر عدي منه. صدقني سهل يا سامي العبها يوسف السيان رجل ابعاد الحكم يوسف ناصر السيان. حلو يا سامي قلتك سهل زي قلتك عدي منه. جول بتوقيع السيان وبإمضاء قبل التوقيع من سامي الجابر وهدف ثاني هلالي في توقيت حلو جدا. 2-1 نحافظ ان شاء الله. قلتك عدي منه ان شاء الله ابتسامة دائمة وتقدم دائم للكرة السعودية. قلتك عدي منه والله سهل عدى تسلم يا سامي وتسلم يا ابو يلعب كرة جميلة امام المرمى بالراس تمر داخل المرمى جول هلالي. حلو يا سامي حلو سامي فنان سامي لاعب سامي هداف من زاوية صعبة. هالهدف مسجل عالميا ماركة اللاعب ماركو فان باستن. اليوم سجل سامي والله حلو ويستاهل التصفيق ويستاهل الحيي. سامي فنان سامي هداف والهدف الحلو من زاوية صعبة. الهدف هذا او نوعية الاهداف مسجلة ماركة عالمية الماركو فان باستن. لكن نشوف الان من سامي الجابر بالراس العارة تبعنا وشلون عيط خلصها المدافع. حلو والله يا سامي يا عيني عليك. حلو هدف يستحق الهلال بالفعل لانه مسيطر على اللعب. ننتبه للكرة الوقت بعد تسجيل الهدف ليتها تنقطع ثانية ونجيب جولين، لكن جولنا بجولين. شوفي عدل بالبطيء يلا يا ابو يعقوب. سامي تقدم يا سلام عليك يا سامي. انا ما بعد شفت الجول ولا تهمني الصورة ولا يهمني اشوفه. تسلم يا 9 وتسلم يا ابو يعقوب. تنقطع الصورة المهم الهلال يفوز. حلو من سامي والله حلوة ولا يجيب الحلو الا الحلو. هدف هلالي بهدفين يلعبها ليوسف ثنيان. يوسف يرفع كرة بالعرض. خالد سامي بيحاول سامي
الدقيقة 11 بيحرز الهدف الثاني للهلال من تمريرات جميلة بين يوسف وبين خالد التماوي وبين سامي الجابر، وبيحرز الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 11. في الدقيقة شوفوا مرة أخرى هذه التمريرة وسامي، وقدامه كان يوسف محسن ولكن بيموع عليه وبياخدها منه بيلف حوالين نفسه اهو، وامام على طول احمد الجاسم وبيحرز الهدف الثاني للهلال والهدف الرابع الشخصي له في البطولة، ويتصدر بذلك. سامي بيتقدم وبيسجلها الهدف الثالث من قدم سامي الجابر، بيسجل الهدف الثالث للهلال في الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني ليؤكد بذلك الصدارة الهلالية. 3 أهداف للهلال في الدقيقة 15 حتى الآن، متقدم بها على شقيقه العربي الكويتي. على يمين أحمد الجاسم يحرز سامي الجابر. سامي الجابر، سامي والهلال يتقلص الفارق بهدف الجابر، بهدف الجابر يتقلص الجابر، بهدف الجابر يتقلص الفارق. مستمر دمياط، اللعب هوية وجل هدف. والله كرة هذه مرسولة من القلب، هذه من أعماق الخبرة، من أعماق خبرة سامي الجابر. لعبها تعادل 2-2. تتمرر سريعة ناحية اليسار وكرة ضغط منصات النقل وبحاول كمال وهكذا أيها الأخوة المشاهدون الكرام، أيها الأخوة الرياضيون في كل مكان، تنتهي هذه المباراة وهذا الحدث. سامي الجناح الايسر بيمر سامي من فوجيتا وبيحاول يمر وبيعدي سامي وبيعدي وبالعرضية
بكل دهاء وذكاء ودهاء وبمرر وهدف التعادل. الهدف الذهبي، الهدف الذهبي. يا سلام يا سلام عليك. شلهوب لاعب كرة سريعة جدا إلى سامي ومع أيضا عبد الله سليمان. يا سلام عليك يا عبد الله، بخبرته يحصلها عبد الله، يحصلها سامي ويمررها الهويدي. الهويدي حلو من سامي ومن الهويدي، حلو من سامي والهويدي. برافو المتابعة يا سامي وجاسم الهويدي بعد تمريرة ولا أحلى من سامي الجابر رغم التباطؤ النسبي من الهويدي. سجل هدفا هلاليا مستحقا بعد 30 دقيقة، غيرها بيد الخيبري لا بيد الهويدي أو بقدمه بالأحرى، لكن أيضا الهويدي ساهم رغم التباطؤ اللي كان يضيع عليه الفرصة. الشبابيين وحلوة لسامي الجابر ويبحث أيضا عن سيرجيو وباتجاه سامي. جول وسيرجيو جول. سيرجيو صنعها، سامي صنعها، سيرجيو سجلها. تقدم الهلال بهدف لا شيء بعد 16. بالأحرى مدير العلاقات العامة هناك ايش اسمه ضيعته، نادي توتنغهام. تغيير قد يحصل سامي الجابر يحصل على فرصة ثمينة أخرى لصالح فريق الهلال ويعدي بمهارة وأمام فرصة الحظ الثاني وباتجاه الباب الشبابي والهلال. يا عيني عليك يا سلوم، تستاهل تجيب هالجول. وسلمني معك على سامي الجابر، سلم عليه، يستاهل. برافو يا صغير الزعيم يا محمد أشلوب، يا صغير الزعيم يا محمد أشلوب. أما أنا أقول تحية وتقدير يجب أن يطبعها الهلاليون تماما وبكل اقتدار على رأس نجمهم سامي الجابر. بدأ الجمهور الهلالي يحتفل، نقول له ألف مبروك. هبطت الطائرة الهلالية الآن جنب العريجة في نادي الهلال بكل سلام وبكل ثقة، ولا تزال أقول في الأمور شيء أعتقد والله أعلم انتهت. الآن أفضل من الشوط الأول من المباراة. هذه كرة هلالية أخرى وتسديدة قوية والكرة في المرمى. جول، هدف هلالي مبكر مع بداية الشوط الثاني من المباراة. سامي الجابر أولا من التمياط على طول إلى سامي الجابر. سامي على طول قوية في مرمى البدوي والهلال يتمكن من تسجيل أول أهدافه. شوف مرة ثانية حلوة كانت ملعوبة، حلوة طلب الكرة كان سهل الضائع. شوف هناك في سامي روح عالية من الفريقين رغم النتيجة الآن. نعم هذا صحيح. والنزان يحولها، عطها سامي بس عطها سامي. جول رابع لصالح الهلال. الزعيم هذا هو الزعيم لم يكن في الشوط الأول ولكنه كذلك في الشوط الثاني من المباراة. هذا هو الهلال وهذا هو الفريق الأزرق وهذا هو مستوى سامي الجابر الحقيقي يخرج ويبان أمامنا. برافو النزهان، وكرة جميلة جدا الحقيقة مثالية للغاية. ممكن يشكل خطورة أكثر، لديه كل الإمكانيات لتشكيل خطورة. وسامي أيضا ممكن تخلص من لاعب وتخلص من الثاني ولعبها إلى جول. صناعة سامي الجابر يصنع الهدف الأول وعبد الله الجمعاني حط الهدف الأول. هدف أول انتظرناه، الأخضر هو الإسماعيلي ولكن اللي سجل هو عبد الله الجمعان، وبالتالي يتقدم الهلال بالهدف الأول. يعني كرة مع حد سامي
هو مر من الاول ومر من الثاني وقشرها مقشر عدله الى عبد الله الجمعان اللي يتمكن من احراز اول اهداف هذه المباراه لصالح الهلال. شوف 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 وتخلص من المدافع الاول وتخلص ايضا من المدافع الثاني، المرمى فاضي وعبد الله الجمعان يتلقى الهديه بكل شكر وبكل تقدير، وبالتالي عبد الله الجمعان يحط اول اهداف هذه المباراه. خلاص وفيت وقلت يعني كل شيء صنعها بالفعل سامي. لا وهي طبعا هجمه مرتده، وكان ذكاء سامي هو اللي طبعا اعتقد انه كان اللي رجح كفه الهلال الان في هذه اللحظه، وبالتالي ايضا تيسير مهمه الجمعان اللي كان متمركز بشكل جيد. مراقبة من طارق المولد لسامي الجابر، يسيطر عليها سامي، يحاول يلعبها لمن؟ إلى الدوخي، جميلة جدا، ويتقدم الجمعان والتمياط السوداء من كرة الدوخي، وال40 وكرة إلى سامي الجابر مع طارق المولد، وهنا دور اللاعب في المهارة الفردية، يمرر إلى نواف التمياط، نواف على يمينه يلعبها إلى الجمعان، والجمعان يسجل، وهذا وقت مصري وهناك وقت بدل ضايع، والكرة لصالح الاتحاد ملعوبة إلى ثلاث زملاء. ملعوبة للخسران، عبد العزيز يمرر لسامي الجابر، يعدي سامي وخطأ على ابراهيم السويد لصار. هل ممكن ان يخطف الاهلي الكرة؟ جمهور الاهلي كذلك. بندر مطير يسدد كرة ارضية قوية وتيسير الجاب والهلال. كرة ملعوبة إلى سامي الجابر، وسامي الجابر يهيئها من جديد لمصلحة الفريق الهلالي. محمد الشلهوب يراوغ، يتقدم للأمام داخل منطقة الجزاء.